وطبعا بتفكر في اللحمه والفته والحلويات، ما تقلقش، هقولك على بدايل تكون فيها مستمتع بالعيد من غير ما جسمك يتعب. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين، وكبار سن، وذوي أمراض مزمنة. أول الفتة مثلا بنعملها برز وسمنة، رز أبيض وسمنة وعيش محمر وشوربة دسمة. طب استبدلها بإيه؟ هقولك يا سيدي، هنستبدلها برز بسمتي أو رز بني، وشوربة هنشيل منها الدسم. ازاي؟ هنسقعها ونشيل الطبقة اللي على الوش وبعدين نستعمل الشوربة. هنستعمل عيش محمص في الفرن، معلقة زيت زيتون. اللحمة عادة بنستعمل اللحمة الضاني اللي مليانة دهون. طب هنستبدلها بإيه؟ هنستبدلها بقطعة من الفخذ، من وش الفخذ، أو عرق الفليتو، بيبقى أقل شوية في الدهون. هنسلق من غير تحمير، الشوي كمان بيبقى أحسن من التحمير. يا سلام بقى لو حبة خضار مشوي أو مسلوقين جنب الأكلة دي عشان تسهل الهضم عندك وما تحسسكش إن الأكل تقيل. كمان عليك وعلى طبق السلطة. عادة الناس بتاكل الفتة مع اللحمة بس، أو رز مع اللحمة بس. طيب خلينا في طبق سلطة محترم، طبق كده حلو محترم، عليه خضروات، عليه رشة ليمون وحبة خل وكمان معلقة زيت زيتون. زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو قبل كده ان الخضار او السلطه دي ميزتها مع الدهون ان هي بتمسك في الدهون، تعمل زي السفنجه كده، فتخلي الجسم ما يمتصهاش كلها ويسهل الهضم. وممكن كمان زبادي بالخيار، ده هيبرد شويه بعد الاكل وهيبقى مفيد برضو، هيساعد في الهضم. الحلويات هنستبدلها بالفاكهه، احسن حاجه ممكن نستبدلها بيها هي الفاكهه. طب لو انت نفسك في حاجه مسكره، انا عايزه اكل حاجه مسكره، ممكن اخد قطعه شوكولاته دارك، مربع شوكولاته دارك مع كوبايه قهوه، ماشي تمام. او ايه تاني؟ ممكن نعمل طبق مهلبيه صحي، يعني بلبن خالي الدسم، سكر خفيف، وحبه نشا صغيره. طيب المشروبات، شوف يا سيدي، بدل المياه الغازيه والعصاير والشاي اللي بعد الاكل على طول اللي بيمنع امتصاص الحديد، هنحط مثلا ميه بليمون ونعناع، او كركديه من غير سكر، او ينسون، او شاي، ما عنديش مشكله، بس بعد الاكل بساعتين 3. مش لازم تحرم نفسك من حاجه، بس خليك ذكي، عيدك هيبقى احلى واخف على معدتك وتقيل بالفرح. كل سنه وانت طيب.